قصة آخر ميعاد في محطة الرمل. تأليف وإخراج محمد معجزة. هذا القصة من وحي خيال. بتبتدي مع نور، كانت واقفة قدام كافيه ريشة الشهير في شوارع اسكندرية. كانت مستنية زميلها فارس من أيام الجامعة اللي بقاله 2 سنين في القاهرة، وقال لنور إن هو هينزل اسكندرية يقعد 2 يوم. خليكوا معانا. نور دخلت على الكافيه علشان تستنى فارس، وقالت: هو فارس ليه اتأخر عليا؟ لما اتصل بيه اشوفه. يلا رد بقى. ايوه نونو، انا في القطر اهو، قربت عليكي. انت لسه في الكافيه ولا اتحركتي؟ سامعاني كده؟ سامعاك. ماشي، لا ما اتحركتش. يلا مستنياك، في انتظارك. بعد ساعة فارس وصل. ازيك يا نونو؟ لسه زي ما انتي، بس المدينة اتغيرت. ضحكت. لا، احنا اللي اتغيرنا مش المدينة. انت شربتي مانجا من غيري؟ وانت من امتى بتشرب مانجا؟ انت طول عمرك بتشرب صوبيا. جرسون، 1 مانجا و1 صوبيا. عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. فاكرة ايام زمان؟ فاكرة شارع سعد زغلول وكافيه البرنسيسة اللي اتقفل؟ فاكراه، كانت ايام حلوة. المهم انت عامل ايه في الشغل وفي القاهرة؟ اهو ماشي الحال. المهم انت بس ايه اخبارك؟ تمام ماشي الحال. جرسون، الحساب من فضلك. بقولك ايه، ما تيجي نقعد على الكورنيش شوية. وبالنسبة دي انا راجع بكرة، بس حاسس اني سايب حاجة ورايا. يمكن تكون نفسك. يعني ايه؟ يعني ايه نفسي يا نور؟ راحوا على الكورنيش. نور كانت بتحاول تبص في عينين فارس، تحاول تفهم هو راجع ليه دلوقتي، وليه اختار يشوفها من بين الناس اللي عارفهم. انا كنت يا نور محتاجة اشوف حاجة ثابتة، حاجة لسه زي ما هي. هو انت راجع دلوقتي فاكر اللي انا زي ما انا؟ الواحد مننا يا فارس بيتغير، بص حواليك. كنت دايما بتتهربي مني، وكنت دايما حقيقية في افعالك، وحتى لما كنت بتتهربي مني كنت صادقة في هروبك. هو انت ليه بتحسسني كده اللي انت طالع من فيلم ابيض واسود؟ الدنيا دلوقتي اتغيرت، بص حواليك يا فارس. بس سيبك انت بقى من الكلام ده. البحر لسه ازرق، والشمس لسه بتغرب من المكان هنا، وانت لسه جميلة زي ما انت، بنفس طريقتك اللي كنت عليها من غير ما تتحولي عليا. انت دايما كنت بتعرف تقول الكلام اللي بيهد الدنيا جوايا. تاكلي ذرة يا بتاع الذرة؟ هاتلنا 2 ذرة. انا اللي عازمك. لا انا اللي عازماك، انا اللي عازمك، وده اخر ميعاد، مش عايز يبقى عليا ديون. يلا وصلك. يلا فارس، هتفتكرني؟ انا عمري ما نسيتك يا نور. لما نزلت نور من القطر
حست بكسرة شديدة من كلام فارس وإن هي خلاص مش هتشوفه تاني. رجعت تبص على البحر بس هي دلوقتي لوحدها. سمعت صوت خطوات فقالت ممكن نرجعلي تاني. لقت ست كبيرة طبطبت على كتف نور وقالت لها خلي البحر يهديكي. ابتسمت ابتسامة حزينة ليها وقالت لها البحر بيهدي بس ما بيرجعش اللي راح. روحت البيت نور وفتحت الشباك وطلعت ألبوم الصور القديم وفتحت أول صفحة وهم مع بعض كانوا صغيرين وواقفين في نفس المكان. في نفس اللحظة فارس كان راكب القطر وراجع القاهرة. بص على شباك القطر وهو كان بيفكر في نور. مد ايده في جيبه وطلع رقم نور من سنين. فتح الورقة وقرا الرقم وبعدين حط الورقة في جيبه. بعد 3 أيام نور وهي رايحة الشغل لقيت وردة حمراء على باب شقتها ومعاها جواب بخط ايد فارس. انا مشيت من غير ما اديكي فرصة تقولي تمشي ولا لا. لو لسه البحر عندك انا راجع. جواب كان باين وبسيط بس قلبها اتقلب. فقعدت على السلم ومسكت الجواب في ايديها والايد التانية الوردة. افتكرت كل الذكريات مع فارس وقالت هو راجعلي ولا راجع للماضي. في نفس اللحظة فارس كان واقف قدام المكان اللي كانوا بيتقابلوا فيه وهم صغيرين. بعدها راح على الكافيه وقعد على نفس الترابيزة اللي كانوا قاعدين عليها فطلب عصير مانجا وساب الكوباية قدامه من غير ما يشرب منها. في اللحظة دي كانت نور لسه بتفكر عشان تاخد قرار. خدت القرار ونزلت ولبست بسرعة. كانت مستعجلة. وقفت تاكسي وقالت له توصلني لمحطة الرمل. قال لها وصلك. لما وصلت نور لمحطة الرمل ما كانتش عارفة هتلاقي فارس ولا لا. قعدت تحاول تدور عليه. فارس وهو قاعد على الكافيه شافها بس ما بينش اللي هو شافها وما ناداش عليها. راحت نور على نفس الكورنيش اللي كانوا بيتقابلوا فيه. لما نور كانت في الكورنيش راحت على البحر وكان فارس واقف وراها وبيقول زي ما سبتها اول مرة لكن المرة دي انا مش هسيبها. في نفس اللحظة حست نور بفارس وقالت انا جيت بس علشان نرجع اللي فات. فارس رد عليها وقال لها وبصلها وابتسم ابتسامة خفيفة فيها فرحة وقال انا كمان جيت علشان نبدأ من جديد. لو ينفع تتجوزيني انا بحبك وانا كمان بحبك يا فارس. ممكن ايديك يا نور؟ ليه؟ هاتي بس ايديكي. فارس قعد على الارض وطلع الخاتم من جيبه ولبس نور الخاتم. الناس اللي كانت واقفة على الكورنيش قعدوا يسقفوا والمشهد الرومانسي الجميل اللي كان فيه هو ونور. حتى بتاع الذرة جاب لهم 2 ذرة ببلاش. نور بصت لقت الست الكبيرة اللي كانت بتطبطب على كتفها واقفة على جنب بتسقف وبتزغرط تقول لها جالك اهو. النهاية. لو عجبتك القصة ما تنساش تدعمنا بلايك وكومنت وتتابعنا. اخوك محمد معجزة.